السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى راكم في احسن الاحوال. اليوم جبت بوصفه تقدر تقول عليها كيكه او تحليه، المهم هي منعشه مشربه خفيفه بذوق الليمون، تبرد على القلب. كيكه واش من كيكه، ادمان حقيقي. تقدري تعتمديها في سهرة تاع رمضان. وصفة اقتصادية بمقادير موجودة في كل بيت. إذا عجبتكم الوصفة نتمنى تدعموني بجام وتخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما. قبل ما نبداو الوصفة نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. بالوصفة نديرو الشربات، نديرو كاس صغير با سكر، كاس ونصف ماء، نص حبة قارص، نخلطهم نحطهم فوق النار كي يبدا يغلي. نحسب لها 5 دقائق ونطفي عليها ونخليها تبرد. دوك نديرو كريمة الليمون، 2 حبات بيض، نصف كأس سكر، نصف كأس ليمون نصفيوه. سعة الكاس هو 220 مليلتر. نخلطو مليح الخليط باش كي يتم ميطلعش بياض البيض فوق الكريمة. كيما قلتلكم لازم نخلطو مليح. نحطو في كاسرونة، نحطوها فوق النار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى وين تحس الكريمة بدات تتقل. بعد ما ثقلت لنا الكريمة نصفيوها هي سخونة باش نتحصلوا على كريمة ملسة. بعد ما صفيناها نديرو لها مغرف اكل مارغرين. ونديرو لها كميه قليله من الفانيلا، نخلطوهم مليح حتى وين تذوب لا مارغرين. بعد ما ذوبنا لا مارغرين نغطيوها بالبابي سولفوريزي وتكون متلامسه مع الكريمه باش ما ديرش هذيك القشره. انا حطيتها في المجمد باش تبرد لي ليه. دوك نحضروا الكيكه نسحقوا 2 حبات بيض، 6 مغارف سكر، انا ما درتهمش معمرين. السكر تبقى حسب الذوق، تقدري توصلي حتى ل7 مغارف. نديرو رشه ملح، قشور حبه ليمون، نديرو مغرف صغيره فانيلا، نخلطوهم مليح حتى وين يذوب السكر. بعد ما تحسي السكر داب ديري 7 مغارف حليب يكون دافئ. نحطو الحليب دافئ باش كي ولا ما ذابش السكر 100% يعاونوا باش يذوب السكر. نخلطها شويه ونزيدو 7 مغارف اكل تاع الزيت. ونديرو 3 مغارف اكل عصير الليمون. نضيفو 7 مغارف اكل معمرين تاع فرينه، والفرينه طبعا تكون مغربله. نزيدو لها 10 غرامات من خميره الكيميائيه، نخلطوه الخليط. هذا هو القوام المطلوب. انا درت المول 20×20، دهنته بالزبده وفرغت الخليط فيها. انا حبيت الكيكه تجيني عاليه، اللي ما حباش تجيه عاليه يدير البلاطو 24×24. نسوي سطح الكيكه، نخبطها باش نخرج الهواء اللي فيها، ندخلها الطيب كي يحمروا الجوانب نشعلوا لها من الفوق باش تحمر. هنا بعد ما خرجتها من الفور هي سخونه مباشره نثقبها، نشربها بالشربات اللي طيبناه. الكيكه تكون سخونه والشربات تكون بارد. اللي ما يحبش يشربها بالشربات يشربها بكاس حليب. انا صراحه ما نحبش نشرب بالحليب، نحس تجيني الكيكه ثقيله. نخليوها تبرد، لازم تبرد مليح. دوك نطلعو كريمه الشانتيه، ندير كاس نقص اصبع كريمه الشانتيه ونزيد كاس الا ربع ماء يكون بارد مليح. نطلعوهم
نسحق قوام تاع لا كريم شانتي تجي ثقيله شويه. بعد ما بردت الكيكه مليح نفرغ عليها كريمه الشانتيه. اللي يحب يزينها بدي غوزات تاع لا كريم شانتي يخلي شويه من لا كريم شانتي باش يديكوري بها. انا ما حبيتش نديكوريها بلا كريم شانتي، صافي فرغت كامل الكميه تاع لا كريم شانتي. نساوي مليح مليح سطح الكيكه بلا كريم شانتي. في الاول خدميها بالمغرف، كي تكمليها تساويها باش ديري الوجه تاعها املاس، ديري كوبات تساعدك مليح مليح. نمسح الزوائد في البلاطو. هذه هي الكريمة تاع الليمون اللي حضرناها. نخلطوها شويه بالمغرف، لازم تكون بارده مليح. نفرغها على طبقات الشانتيه، نخدمو بغير بشويه. لازم نغطيو كامل كريمه الشانتيه، نخبطوها هكذا باش يولي السطح تاع الكيكه ليس. انا استخدمت كل الكميه، انا ما حبيتش نديكوريها بلا كريم شانتيه، انا حبيت نديرها على شكل ملفاي. درت ديكوجيل ذوق الكراميل، درت بها خطوط. اللي يحب يديكوريها كيما هكا وما عندوش الديكوجيل واش يدير؟ يخلي مغرف تاع كيكه تاع كريمه الليمون، يزيد لها شويه كاكاو، يخلطهم مليح، يديرهم في لابوشادو ويديكوريها عادي. انا حبيت نخدمها كيما تاع الملفاي، نحطها في الثلاجه واحد 5 سوايع باش تحكم روحها وتبرد مليح. يعني انا هنا للامانه خليتها غير ساعه برك باش نكمل الفيديو. كل واحد يقطعها كيما يحب. كيكه ولا اروع كيما يقولها الشيف فارس، ولا اروع. تجي خفيفه، تجي مشربه، والله تقولي راكي تاكلي في لاباتيسري. هنا وصلنا لنهايه الوصفه. نقول لكم في امان الله في وصفه جديده باذن الله تعالى.